السلام عليكم وأهلا بكم. في امتداد جديد لسرد كل الغرائب المتعلقة بالحياة اللي حوالينا واللي بنكتشف فيها كل غريب وجديد، خصوصا في القارة السمراء صاحبة العجائب والغرائب. احنا النهاردة جايين نلقي الضوء على أحد أغرب الشعوب والقبائل اللي بيقدر عددهم بحوالي مليون نسمة، إلا إنهم الأغرب في النظام البيئي والغذائي ونظام الحياة بشكل عام اللي بيعتمدوا عليه. الراجل في القبيلة مفيش مانع يتجوز 70 واحدة، ولما ينجب بيفضل المولود من غير اسم لمدة 6 شهور. بعد كده الأم بتختار له اسم حيوان أليف زي قط أو ماعز. بياكلوا لحاء الأشجار ويشربوا الدم عادي، وساعات تانية كتير بيخلطوه باللبن وبيسموه مشروب الطاقة المقدس. في حياة زمان هنلقي الضوء على أحد أغرب القبائل في أفريقيا، وهنعرف بالتفصيل نظام حياتهم المجنون وقصصهم مع الأسود. أخوكم محمد فرج يحييكم، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا بكم مرة تانية. احنا بنتكلم النهاردة عن قبائل الماساي، وهم عبارة عن مجموعة عرقية بترحل وراء الماء والزراعة والغذاء. مكانهم في كينيا وشمال تنزانيا. الناس دي الدنيا عندهم سداح مداح، وعادي يحصل أي حاجة مع أي حد في أي وقت. وكمان النظام اللي ما فيهوش ملامح، ولا بالنسبة لنا نظام بالأساس، هو عادات وتقاليد ما ينفعش أي حد يخرج عنها في القبيلة سواء كبير أو صغير. لما بيحصل إنجاب، الولد الصغير بيكون ملك للقبيلة كلها، لأنه باختصار الزوجة مش ملك لزوج واحد بس، لا دي ملك لكل الرجال في القبيلة، ومن حق أي حد يقيم معاها علاقة عادي جدا، والزوج ما عندوش أي مشكلة في القصة دي ولا هي كمان. وعشان ما يحصلش إحراج لأي حد لما يجي أي راجل في القبيلة يعاشر أي واحدة، بيغرس الرمح قدام البيت عشان يبقى إعلام بإن ما ينفعش الزوج يدخل دلوقتي، وبالتالي يجبر صاحب البيت إنه يستنى لغاية ما الدنيا تخلص خالص. وده بيظهر لما بياخد الرمح بتاعه ويمشي من قدام البيت. الزوجة ليها الحق في الاحتفاظ بصديق خاص، وإن هي تبعد عن الأنظار معاه عشان يقيموا علاقة بعيدا عن بيت الزوجية. أما بالنسبة للرجال الكبار في السن، هم بيكونوا مستشارين لصغار السن وللشباب، فبيسمح ليهم إن هم يعاشروا أي حد بدون سابق إنذار. وإن الزوجة لو متجوزة واحد كبير في السن ممكن تجيب صاحبها عادي في البيت بشرط إنها ما تخلفش منه. النساء هم اللي بيبنوا البيوت، والرجالة هدفهم الأساسي هو إحضار الأبقار وتحضير لحاء الشجر واللبن اللي بيعتمدوا عليه في الغذاء مدة 10 أيام متواصلة، وبعدها بالتبادل بيعتمدوا في ال10 أيام اللي بعدها أكل لحوم الأبقار. كمان مهمة الراجل حماية القبيلة من الأسود المفترسة، وعشان يتم اعتماد الشباب في سن البلوغ بيسيبوا الشاب يتزوج ويعاشر نساء القبيلة كلهم زي المعتاد، بس بشرط ان كل واحد فيهم يقتل أسد على حدود القبيلة ويجيب الفرو بتاعه وراسه عشان يثبت انه بقى راجل. وبالتالي في أعداد كبيرة جدا من المراهقين بيموتوا من الأسود في الغابات مترامية الأطراف لما بيدخلوا صراع مان تو مان أو مان تو أنيمال للحيوان، ومعاهم رمح بس. ولو حصل بيقيموا للشاب الاحتفالات الكبيرة لمدة 7 أيام بيحصل فيها على درع المحارب الرهيب، وبعدين بيقدم بقرتين مهر للعروس البكر اللي هيتجوزها. الست دايما بتحلق راسها وحافية القدمين، وبتحضر الماء وبتبني المنازل وبتعمل أحلى تصاميم للملابس والحلقان، وبتذبح المواشي وتوزع اللبن. والزوج غصب عنه بيستأذن قبل ما يدخل البيت، لأن الزوجة هي اللي قوامة فيه مش هو. الشباب بيرقصوا رقصة غريبة جدا، وهي انهم بيعملوا دايرة مع بعضهم وينطوا لفوق في الهواء، ودي من مظاهر الترفيه ولفت نظر البنات في القبيلة انها تختار صاحب القفزة الكبرى، وده بعد حفل التنصيب بانه بقى محارب رهيب وقدر يموت الاسد. الرقص مش حكر على الولاد بس، لكن الرقصة التقليدية السيدات بتشارك فيها، لكن يشترط ان اللي تشارك هي انها تكون انجبت قبل كده، وان اللي ما خلفتش ما يسمحش ليها بالرقص نهائي، لانه في الحالة دي بيصنف انه نذير شؤم.
بالنسبة للميراث فبيسمح للولد الأكبر إنه يورث كل زوجات أبوه وكل ممتلكاته، وبالنسبة للابن الأصغر بيورث كل ممتلكات أمه، وبالتالي البنت ملهاش أي ميراث خالص في القصة. الكل في القبيلة بيلبس الأساور الكبيرة والحلقان والإكسسوارات لنفس السبب في أفريقيا، بأن القصة دي مش للتزيين بس، لا عشان حمايتهم من الزواحف اللي منتشرة في كل مكان في القبيلة. بيخرموا الأذن بمطرقة حديد أو مسمار حديد سخن سواء للراجل أو للست، وده بيسبب ألم رهيب جدا لأنه على الحي من غير أي تخدير. النظام الغذائي بتاعهم زي ما قلنا لحوم وألبان ودماء الأبقار، أما الملح ممنوع تماما، واللحوم بتكون لحم الأبقار والماعز والخراف. بيتعالجوا باستخدام الأعشاب ومفيش أي أدوية، وبيكتروا من استخدام أعشاب مخصوص بالصحة الجنسية. خليني أقول لك إن الجيل الجديد مش عاجبه ثقافة المصاي القديمة وحضارتهم الغريبة، واللي بيروح المدينة يتعلم بيرجع تاني يلاقي القصص الغريبة دي فبينتقد الأمور وبيبقى مش عايز السمك لبن تمر هندي ده. وفي منهم اللي بينصح الآباء إنه يتطور وإنه ينقل للسياح الثقافة والتاريخ والطقوس، بس يوقفها وما يعملهاش عشان ما بقتش مناسبة للعصر اللي احنا فيه. وده اللي تدريجيا بنتوقع انه يخلي الثقافة الغريبة دي في قبائل المصاي تندثر شيئا فشيئا. بالنسبة للدين فالأسطورة الشعبية لقبيلة مصاي بتقول إن إلههم إنغاي منحهم الماشية وأعطاهم مكانا خصبا لتنميتها وسماء تمطر باستمرار، وهم ما عندهمش أي مانع إنهم ياخدوا مواشي وأبقار القبائل التانية، لأن الإله ادالهم الأبقار لوحدهم بس. وأكيد اللي رسخ الأسطورة دي واحد حرامي جعان عايزهم يسرقوا كل الأبقار المملوكة للآخرين بدون سند أو حق. لو أول مرة تسمع على القبيلة والشعب الغريب ده قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وتدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك حياة زمان، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.